فندق قديم يتحرق ويتقلب برج سكني. كل دور فيه أكتر من 20 شقة، وفي وسط كل الشقق دي شقة واحدة حصل فيها أحداث ملهاش أي تفسير مقبول للعقل البشري. والمرة دي أنا مش هغير أسماء الشخصيات، لأن اللي هحكيه النهاردة حصل معايا أنا شخصيا وصديقي عبد الرحمن. برج العدالة، شقة 207. في خريف 2024 قررت أنا وصديقي عبد الرحمن ناخد أجازة من الشغل ونسافر القاهرة يومين 3 نغير جو. وعشان ما عنديش سكن هناك كلمت واحد صاحبي إننا نقعد في شقته اليومين دول، وصاحبي رحب جدا بالموضوع. بالفعل اتحركنا للقاهرة، وصلنا بدري زيادة عن اللزوم. كنت أول مرة أروح لصاحبي في الشقة دي، فمعرفش هي فين بالظبط، ولأننا وصلنا بدري مرضتش أرن عليه لغاية ما نوصل عند البرج على الأقل. كان قايل لي إن العنوان هو شارع السلاب زهراء مدينة نصر، برج العدالة الدور التاني، فده كان عنوان بالنسبة لي واضح. وصلنا فعلا، بس كان في مشكلة مش في الحسبان. أول ما دخلنا من بوابة البرج الشبكة فصلت تماما مرة واحدة، وده كان غريب عشان لو مديت ايدك بره البوابة بيبقى فيه شبكة، تدخل خطوة واحدة تقطع بالكامل. فطبعا ده كان مشكلة عشان أنا مش عارف رقم الشقة، والشبكة فاصلة في البرج كله، فمش هعرف أرن عليه. قلنا مفيش مشكلة، الدور هيكون فيه 4 أو 5 شقق بالكتير، فسهل نوصل له. البرج كانت هيئته من جوه جديدة، مش متشطب، معظم الشقق اللي فيه مش ساكنة. بس المشكلة كانت إن الدور الواحد فيه أكتر من 20 شقة، فبقينا مش عارفين نوصل لشقة صاحبي. جربنا نخبط على كل البيبان لعل شقة تكون هي فيهم أو حد يقول لنا فين شقته. محدش رد علينا غير شقة فيها واحدة عجوزة، ولما سألناها عن صاحبي قالت من ورا الباب: مفيش حد يا ابني بالاسم ده هنا. لغاية ما أخيرا لقينا شقة بابها متشطب، فقلنا إن حد ساكن فيها أو ممكن تكون هي شقة صاحبي. خبطنا على الباب، والمرة دي حد فتح. كان شاب دقنه سودا وكثيفة، شعره اسود، فاتح الباب والنور مطفي وراه، فمش باين حاجة غير وشه تقريبا. ولما سألناه عن صاحبي قال برضو إن هو ما يعرفوش، لكن لما عرف إننا من أسيوط وجايين من سفر استقبلنا عنده لغاية ما نعرف نوصل لصاحبي. ولأن مفيش شبكة فتح لنا واي فاي نحاول نوصل بيه. كانت شقة طلبة، واللي فتح لنا كان اسمه مصطفى، طالب مغترب في كلية الهندسة، وكان قاعد في الفترة دي في الشقة لوحده. شقة طبيعية، هي مفروشة فرش أرقى من اللي بيكون مفروش في شقق الطلبة عادة، بس غير كده مفيهاش أي شيء مريب. سبت رسالة لصاحبي على الواتساب ورد عليا إن هو بره وفونه كان فاصل، وإنه جاي لنا في الطريق. سألني عن رقم الشقة اللي قاعدين فيها، وكانت للصدفة الغريبة رقمها 207. صاحبي قال لي: متأكد من رقم الشقة؟ قلت له: أيوه متأكد. قال لي: طب أنا جاي لكم في الطريق. قعدنا مستنيين، واستأذنت مصطفى إن نستخدم الحمام. لغاية هنا الأحداث كلها منطقية ومفيش أي مشكلة، لكن الحمام كان حاجة مختلفة. الحمام كان كأنه مهجور. مش هبالغ لما أقول إن محدش دخل الحمام ده من سنين. مستحيل ده يكون حمام لشقة حد عايش فيها. خرجت لقيت مصطفى قاعد مع عبد الرحمن وبيحكي له إن البرج ده كان فندق قديم واتحرق، بعدها اتجدد وتقسم لشقق، عشان كده عدد الشقق في كل دور كبير. دي كانت صدمة خفيفة عن اللي أنا شفته جوه، وربط الأحداث أنا مش عاوز أربطها في دماغي. فندق اتحرق وبقي برج، شقق فاضية البرج كبير زي ده، شبكة بتفصل تماما عند المدخل،
من إشارة كاملة لإشارة منعدمة، وده مش طبيعي. شقة بدون كل الأرقام رقمها 207، حمام مهجور لشقة ساكنة. ملامح وشي تلقائيا اتغيرت، وبدون أي مقدمات استأذنت مصطفى إن أنا هستنى صاحبي بره، لأنه شبه وصل خلاص، وشكرته على الاستضافة. عبد الرحمن استغرب تصرفاتي، لكنه تماشى معايا بسبب تحليله الرياكشنات وشي وحركات جسمي اللي ولله الحمد كان بيفهم فيها. وبعد ما خرجنا سألنا مالي وليه جسمي كان واخد وضعية دفاع وخوف غير مبررين. وأول ما حكيت له عن اللي شفته جوه وربط الأحداث اللي وصلت لها، ضحك وقال لي لا طبعا، في حاجة مش منطقية، ممكن تكون الشقة بحمامين، وخوفي ده ملهوش أي محل من الصحة. وعشان يثبت لي رجعنا عند شقة مصطفى تاني وفضل يخبط عليها. محدش رد. هنا وش عبد الرحمن جاب ألوان ما كنتش أعرف إن وش إنسان ممكن يوصل لها. مفيش أي صوت جوه الشقة. إيد عبد الرحمن احمرت من كتر التخبيط الجنوني اللي كان بيخبطه. محدش بيرد، مفيش حد جوه. نزلنا قعدنا على كافيه قريب من المكان استنينا صاحبي فيه. أول ما جه حكى لنا عن كل اللي حصل. ضحك وقال لنا إن ده وهم، مفيش حاجة من دي حصلت، ودي أول مرة يسمع إن ده كان فندق واتقلب لبرج، وإننا مستحيل نكون كنا قاعدين في شقة 207. طلب مننا إن احنا نطلع معاه ونوريه الشقة اللي كنا قاعدين فيها. طلعنا البرج ووريناه الشقة، لقينا رياكشناته كلها استغراب. قال لنا إن دي شقة رقم 207 فعلا، والمفروض إنها تتأجر لطلبة، وإنها الشقة اللي جنبه فهو عارفها كويس. الشقة دي ما فيهاش حد ساكن فيها، لسه ما اتشطبتش. وهنا كانت القشة. احنا كنا 2، مش واحد لوحده تهيأ له حاجة. والأغرب إن ما كانش فيه واي فاي واصل على تليفوني. طب بعت رسائل لصاحبي ازاي ومفيش شبكة؟ دخلنا شقة صاحبي وارتحنا من السفر، ولغينا كل مخططاتنا لباقي اليوم. كنا محتاجين إننا نرتاح وبس. تاني يوم الصبح صحي عبد الرحمن لقيني قاعد على السرير مفتح عيني ومبرق. اتخض من منظري وقال لي مالك؟ قلت له انت ازاي ما صحيتش؟ ازاي ما سمعتش؟ انا الصبح صحيت على صوت خبط على باب الشقة كأن حد بيكسر الباب. قمت بسرعة اشوف مين اللي بيخبط، لقيت الباب بيتهز قدامي جامد من كتر التخبيط. فتحت الباب على طول، واول ما فتحت ما لقيتش اي حد في الدور كله. انا جسمي تلج للحظة، وحسيت بكل شعراية في جسمي بتقف، وكأن مصطفى كان بيرد لنا كل الخبط اللي خبطناه عليه امبارح. عبد الرحمن وقتها حلف ما نباتش في الشقة دي يوم تاني، ولمينا هدومنا وسيبنا المفتاح لصاحبي في محل قريب من البيت. بس الجزء المرعب أكتر إننا واحنا خارجين من الشقة لقينا باب شقة مصطفى مفتوح، واللي للأسف لازم نعدي من قدامها عشان نوصل للسلم. على ما أتذكر إننا قلنا جميع الأذكار اللي حافظينها في طريقنا من شقة صاحبي لشقة مصطفى. وعند شقته خدنا الصدمة الأكبر في رحلتنا. شقة على المحارة ما فيهاش أي عفش، كان في صنايعية شغالين فيها، مفيش أي حد ساكن في الشقة دي. بس احنا الاتنين متأكدين إننا كنا قاعدين في الشقة، وإننا ما كناش لوحدنا. بعد الأحداث دي بكام شهر صاحبي قال لي إن الشقة اتشطبت وسكنوا فيها مجموعة طلبة، ومفيش أي أحداث غريبة حصلت فيها تاني على حسب الظاهر. بس معرفش الطلبة دول بيواجهوا إيه جوه الشقة. المشكلة إن صاحبي لسه كل فترة والتانية بيصحى على صوت خبط جامد على الباب،
وبيفتح ما بيلاقيش حد. هذا ما حدث والله أعلم. أعزائي، احذروا ممن يحيط بكم ولا ترونهم، واجعلوا ذكر الله حصنا لكم. أنا محمود وائل، ودي حواديت السندباد. دمتم سالمين.